كان يا مكان زمان قديم في بلاد المغرب العميق بين الجبال والوديان. كانت قبيلة صغيرة عايشة على الزرع والرعي، معروفة بالكرم والصبر. وفي هاد القبيلة كانت عايشة فتاة اسمها لاله زينب، يتيمة الأم. رباها باها على القيم والصدق، وكانت معروفة بالجمال والعقل. ولكن أكثر حاجة ميزتها هي قلبها اللي ما كيخافش من الحق. زينب ما كانتش بحال بنات جيلها، كانت كتحلم بحياة أوسع من حدود القبيلة، ولكن القدر كان مخبي ليها حكاية كبيرة. ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا باش توصلكم كل الحكايات الجديدة من حكايات الباهية. الصباح كان مشرق، الشمس كانت كتطلع على قمة الجبال، كتلون الصخور بلون ذهبي باهت، والطيور كتغني أغانيها المعتادة. لاله زينب طلعت للجبل وهي حاملة سلة صغيرة فيها أعشاب طبية ودواء لباها المريض. كتمشي بين الصخور والأزهار البرية، الريح كتحرك شعرها، وكل خطوة كتخلي صوت أقدامها يتماشى مع خرير الماء من الوادي. واحد اللحظة شافت دخان غريب يطلع من واد بعيد، دخان ماشي ديال النار العادية ديال قبيلتها. قلبها بقى كيدق بسرعة، وقربت وبدات كتشوف مزيان اش كاين، وسكتت في واحد اللحظة. والهواء البارد شاف رائحة الخطر. زينب قالت بصوت منخفض مع راسها: هاد الشي ماشي عادي، خاصني نشوف شنو واقع. وبدات كتمشي بحذر، كل خطوة محسوبة، حاسة بشي غريب كيشدها للقدام. قربت بحذر من الدخان ولقات واحد الرجل مغمى عليه على الأرض، لابس لباس غريب والدم على كتافه. قلبها بقى كيدق بسرعة، وما عرفت واش تهرب ولا تساعده، ولكن ضميرها ومخافة الله خلاتها تقرر تساعده. جلست حداه وشافت أنه كيتنفس بصعوبة، بدات كتداويه بالأعشاب، وكل حبة كتقدر فوق الجرح، وكل حركة ديالها فيها رعاية وعناية. منين فاق بقى كيشوف فيها بعينيه العامرين بالألم والشك، وقال بصوت ضعيف: شكرا، أنا يوسف، وكنت هارب من ظلم كبير. زينب حست بشي إحساس جديد في الداخل ديالها، مزيج ديال الخوف والفضول، ولكن قلبها حس بشي حاجة كتشدها ليه. يوسف حاول يقاوم الألم باش يوقف على رجليه، ولكن شافت ضعفه وقالت: ما غاديش نخليك تموت، إلا كان الخير في العمل اليوم الخير هو نعاونك. وهنا بدا الحب الصامت ديالهم اللي ما عرفوش حتى واحد. غادي يكون بداية لحكاية كبيرة. بعد ما بدا يوسف كيتحسن، بقات زينب كتعتني به في الكهف الصغير اللي مخبي فيه بعيد على أعين القبيلة وحارسه. الليل كان هادئ، والنجوم كتلمع في السماء صافية، والريح كتحرك بين الصخور. زينب جابت الماء الدافي وحضرت الشاي بالأعشاب. يوسف كان كيشوفها بعينين عامري بالامتنان والخجل، وقال بصوت ضعيف: ما كنتش كنتصور أن شي وحدة من هاد القبيلة تساعد غريب بحالي. زينب ابتسمت وحنات ليه، واللي يقدر يوقف قدام الظلم ويساعد الناس ما يمكنش يكون غريب كامل. الفجر قرب والغيوم لاحت في السماء، ولكن الجو كان عامر بشي إحساس جديد، إحساس بالثقة المتبادل اللي غادي يربطهم أكتر. يوسف حكى ليها على المدينة البعيدة، على العائلة اللي خانته، وعلى الأعداء اللي بغاو يدمروا كل حقه. زينب كانت كتسمع، عينيها كتلمع بالدهشة والحزن. قال ليها يوسف:
كنت كنعتقد أن العالم كامل ضدي، ولكن اليوم بغيت غير نلقى شي قلب صادق. زينب سكتات للحظة، حست بشي إحساس غريب داخلها كان كينمو مع كل كلمة. هاد اللقاء رغم قصر ديالو زرع بذرة الحب والأمان اللي غادي تكبر في القلبين ديالهم. القبيلة بدات تلاحظ غياب زينب المتكرر، والحماسات بدات تنتقل بين الناس والرجال. فين كتمشي زينب كتسهر على شي سر. باها حضرها بجدية، قال ليها الدنيا ما فيهاش غير القلب يا بنتي، خاصك تعرفي شنو ممكن يوقع. زينب حست بالخطر، ولكن قلبها كان مع يوسف، وكانت مقتنعة أن الحق والعدل كيستاهل المخاطرة. يوسف حس بالتحركات ديال القبيلة وقال ليها خاصني نمشي قبل ما يلقاو عليا القبض. زينب شافت الخوف على وجهه وما قدرش تسكت. قالت له ما تمشيش دابا، راه الخطر باقي. وكانت اللحظة اللي عرفوا فيها أن الحب ديالهم ماشي مجرد إعجاب، ولكن رابط حياتهم صار قوي، والقرار الصعب غادي يغير مصيرهم. قبيلة تجمعات في الساحة الكبيرة والناس معمرين بالغضب. الغريب خطر، ما يمكنش نخليوه بينا، خاصو يمشي ويتعاقب. الهمس وصرخات الغضب كانت كتغطي على صوت المنطق، والقرار كان صعب على الجميع. زينب وقفت قدام الناس وصوتها واضح وثابت، وقالت إلا كان الخير جريمة أنا أول مجرمة. يوسف ما دار حتى حاجة خايبة. كانت أول مرة بنت في القبيلة تهضر بهاد القوة، والعينين ديال الجميع كانوا شايفين الصدق والإصرار في عيونها. العقاب ديال القبيلة كان هو نفي يوسف في الليل. زينب قررت تهرب معاه، ما بقاتش كتخاف وما بقاتش تبغي تبقى بلا حق. تسلقوا الجبال، مشاو عبر الغابة، والليل هادئ ولكن عامر بالصوت ديال الحيوانات والريح. قلبهم كان عامر بالخوف، ولكن الأمال كان أكبر. ظلام، أشجار الكثيفة، الوحوش الصغيرة في الغابة، كل هذا كان اختبار لصبرهم وشجاعتهم. يوسف كان كيشد يد زينب وهي كتبتلو أن الأمل باقي حي، وكل خطوة قريبة بهم من الحرية. وصلوا لمدينة كبيرة، مبانيها عالية، الشوارع مزدحمة، والناس صراخهم عالي. ما لقاوش الرحمة وما لقاوش مكان آمن. يوسف لقى خدمة شاقة، وكانوا كيحسوا بالفقر والجوع، والمدينة ما فيهاش قلب كبير بحال قبيلتهم. زينب تعرضت للإهانة من الناس اللي كانوا يظنوا أنها ضعيفة، ولكن ما بقاتش كتبكي. كل تجربة كتزيدها قوة، وكل تحدي كان كيبني الثقة والشجاعة في داخلها. يوسف كان دايما جنبها، وكل نظرة بيناتهم كانت كتعطيهم القوة يكملوا. بل ليوسف أنه وريث حق مغصوب، والعدو ديالو باقي كيقلب عليه. الناس اللي ظلموه كانوا قويين وخطيرين، والمدينة الكبيرة ولات ساحة صراع حقيقي. زينب حست بالخوف، ولكن عرفت أنها خاصها تكون قوية وتبقى بجنبه. وقع هجوم مفاجئ على يوسف وكان عليه يهرب. زينب حاولت توقف، ولكن تفرقوا في وسط الضجة. قلبها تكسر. كانت لحظة اللي تعلمت فيها أن الشجاعة وحدها ما تكفيش بلا ذكاء. زينب مستسلمتش، خدمت، تعلمت، وولات مرة قوية قادرة تواجه أي صعوبة. كل ليلة كانت كتدعي، وكل تجربة كانت كتزيدها حكمة.
يوسف بدورو جمع القوة ديالو وقرر يرجع لياخد حقه، ولكن الحاجة الأهم كانت أن الحب ديالهم صمد رغم كل الصعوبات. وبعد سنوات تلاقاو من جديد، ولكن ما كانش نفس الناس، والجرح اللي عاشوه باقي في القلب. كانت نظراتهم عامرة بالحب والألم، وكل كلمة بيناتهم كانت غنية بالعاطفة والتجارب. رجعوا للقبيلة والحق بان، الظالم تفتح، وكل الأسرار اللي كانت مخبية خرجت للعلن. الناس بداو يحترموهم، وبات يوسف وريث حقه، وزينب اكتسبت الاحترام والشجاعة، والقبيلة تعلمت درس أن الحب والشجاعة والصدق أهم من الظلم والخوف. زينب وقفت قدام البحر، الأمواج كتضرب الصخور بصوت قوي، وقالت: الحب اللي يتبنى على الصبر ما يغرقش. تزوجات بيوسف، ولكن الأهم أنها ربحت نفسها، تعلمت تصمت وتحب بصدق. الحب ديالهم كان مشوار طويل مليء بالتحديات، ولكن صبرهم وقوتهم خلت النهاية سعيدة. إلا عجبتكم هاد الحكاية ديال لاله زينب وحبها والمغامرات ديالها، ما تنساوش ديروا لايك باش تبينوا لنا أنكم كتعجبكم الحكايات، وباش توصلكم جميع الحكايات الجديدة قبل أي حد ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس. راه كل مشاركة ديالكم كتخلينا نجيبوا لكم قصص جديدة وممتعة من التراث المغربي القديم.